انا مش جاي اقول لك ان ميسي وصل لرقم كلوزا، لا، ومش جاي اقول لك ان ميسي اول لاعب يلعب 6 نسخ من كاس العالم فعليا لعب بجد، لان كريستيانو كمان شويه هيحقق نفس الرقم. ولا جاي اقول لك ان ميسي وصل للماتش رقم 200 مع منتخب بلده، وان هو ثالث لاعب في تاريخ الكوره يوصل للرقم ده بعد كريستيانو وبدر المطوع لاعب منتخب الكويت. ولا جاي اقول لك ان اكتر لعيب مساهم باهداف في تاريخ كاس العالم ب 21 جون او اكتر. وكمان ولا جاي اقول لك انه هداف الارجنتين التاريخي، لا. ولا جاي اقول لك انه تاني هدافين المنتخبات في التاريخ بعد كريستيانو. انا جاي اقول لك حاجه واحده بس، هو في لعيب هيجي لنا زي ميسي بجد؟ يعني بعد ما الراجل ده يعتزل في حد هيدينا نفس الاحساس والمتعه والشعور ده؟ انا كنت بشجع منتخب الجزائر عشان بلد عربيه وعشان بحب الجزائر جدا، بس والله مع كل جول لميسي انا ما كنتش بتضايق، لان بكل بساطه عارف انك بتتفرج على حاجه مستحيل تتكرر. الجول الثالث مثلا ده حرفيا 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 هو ماركه ميسي. احنا اتفرجنا على الجول ده 50 100 900 مره قبل كده، وهو برضو كل مره بيحطها بنفس الاسلوب. هو بجد في كده امبابي ممكن يكسر ارقام كتير جدا ودي معروفه وواضحه للكل، بس قسما بالله مستحيل يجي شراب ميسي. انا بقعد اسال نفسي كل يوم بالليل كده قبل ما انام، هو في حد هيمتعنا وهيجي زي ميسي ده تاني؟ في حد هيوصل لنا نفس شعور المتعه والاحساس اللي بيوصل لنا كل ما بنتفرج عليه ده؟ انا بصراحه اشك.